السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نقدم معكم واحد الاكله اللي تبارك الله صحيه وتجي رائعه البنات، اكثر من رائعه. المكونات ديالها بساط ونتمنى يعجبكم الفيديو البنات، ولو يعجبكم الفيديو دعمونا بلي لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. الله يسر امورنا واموركم وامور المسلمين جميعا. هنا على بركة الله البنات غادي نحتاج شويه ديال الربيع، واحد جوج حبات ديال خيزو، حبه ديال القرعه، حبه ديال البطاطا. المهم الخضره البنات على حسب افراد العائله. واحد شويه ديال الدجاج، شي طريفات ديال الدجاج، واحد جوج كيسان ديال الرز. من بعد ما غسلته، هنا عندي راني غاسله البنات، غادي ندير عليه الماء ونديرو يتسلق غير نص سلقه. وكما قلت لكم البنات الكميه تبقى اختياريه، يعني الانسان تيدير داكشي اللي تيكفيه في دارو، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا. هنا غادي نديروا الرز ديالنا يطيب، وما نطيبوش البنات بزاف حتى يولي طايب بزاف، غنديروا له غير نص سلقه، نديروا معاه شويه ديال المليحه باش يطيب، يعني ما يطيبش مسوس، وغنديروه يتسلق. هنا غادي نقطع الربيع، وغادي نزيد معاه الفصوص ديال الثومه، وغادي ندير البنات انا كلشي غنطحن في مره. غادي ندير معلقه ديال الكمون، هاد الاكله البنات تيجي معاها الكمون زوين. وغادي ندير شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، اللي ما بغاش يدير تحميره ما يديرهاش غير باش تعطينا اللون. وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال المليحه، وغادي نطحن كلشي. تجي هاد الاكله البنات تبارك الله زوينه بزاف. تنبدلوا شويه من داك المرقه من الطاجين، تجي هاد الاكله زوينه البنات. كما قلت لكم جربوها وصحيه البنات. نطيبوا كلشي في الكسكاس، تجي تبارك الله زوينه بزاف، كلشي تتعجبوا هاد الاكله هادي. واخا ديروها البنات بلا دجاج بلا لحم، غير هكا بالخضيره تجي تبارك الله زوينه. هنا البنات من بعد ما طحنت الربع ديالي في الطحانه هذه، الصراحه تدعاون بزاف وعمليه سهله، ماشي بحال هذيك ديال الضو دغيا دغيا، تجي هذه سهله. صافي طحنت هنا الربع ديالي مزيان، وراني زدت الكميه الاخرى البنات. المهم تديروا الربيع اللي غادي يكفيكم الكميه اللي عندكم، ما تقيدوش بهذه المقادير هذه. صافي هنا زدت واحد، زيدوا عاوتاني 3 ولا 4 المعالق ديال الزيت بلديه ولا الروميه، المهم اللي متوفر عندكم. هنا غادي نشرمل هاد القطع ديال الدجاج، غادي نشرملهم مزيان، واللي تيبغي الحار البنات يزيد الحار. هنا غادي نشرملوا هاد القطع ديالنا الدجاج وغنديروهم في الكسكاس، هما الاولى باش يطيبوا دغيا. كما تعرفوا راه الدجاج دغيا دغيا تيطيب. وكما قلت لكم البنات واخا اللي ما بغيتوش ديروا الدجاج، واخا ديروا غير الخضيره هكا مشرمله بالربيع، تجي تبارك الله زوينه. والخضيره البنات اللي عندكم، لا بغيتو ديروا لاريكو، بغيتو ديروا اي جلبانه، اي خضره متوفره عندكم البنات من هذه ولا ناقصه، المهم اللي بغيتو تفوروه مع الرز تيتفور، تيجي زوين بزاف. صافي هنا شرملت الدجاج ودرته في الكسكاس. هنا غادي نزيد خيزو عاوتاني، غنديروه هو الاول لان خيزو راكم ما تعرفوا تيحتاج عاوتاني شويه ديال الطياب، ماشي بحال القرعه وبطاطا. وغادي نشرملو عاوتاني حتى هو، نلبسو داك الشرموله. وغادي ندير البنات انا كلشي في كسكاس واحد، ما غاديش نفرق الخضره بوحدها والدجاج بوحدو. صافي هنا الرز ديالنا البنات من بعد ما طاب تسلق غير نص سلقه، كما قلت لكم ما نطيبوش ما يتعجنش لان مازال غادي يطيب مع الخضره كما تلاحظوا. وكنصفيوه البنات وتنغسلوه بالماء بارد باش يشد فراسو مزيان، وعاد نصفيوه مزيان تيقطر من الماء مزيان. صافي وغادي ندوزو نشرملوه عاوتاني حتى هو بداك الربيع اللي خليناه.
تنلبسوه مزيان البنات بداك الشرميله تجي فيه تبارك الله رائعه. انا ولادي تيحماقوا على هاد الاكله هادي. صافي تنديروا الرز عاوتاني فوق الدجاج. وغادي ندوزو البنات عاوتاني نشرملو الخضره ديالنا الاخرى القريعه والبطاطا. المهم الخضره ديالنا كامله البنات نديرو لها شويه نخليو لها هكا الحق ديالها ديال الشرموله باش كلشي يجي مشرمل مزيان. كما قلت لكم اللي تيبغي الحار يزيد الحار شويه ديال الحار حتى هو تيبنن، ولكن على حسب الاذواق. صافي البنات هاد البطاطا والقريعه تنديروهم من الفوق يعني دغيا دغيا تيطيبوا حتى هما. اصلا كلشي تيطيب دغيا دغيا الرز تيكون دايرين له نص القا والدجاج دغيا تيطيب. المهم هنا عندي البرمه راها شاعله عليها البوطه تيكون الماء غليان. تنديروا الكسكاس ديالنا ونغطيوه ونخليو الخضيره ديالنا حتى طيب. ملي تنقلبوها تلقاوها طايبه والرز تيكون طايب. صافي البنات تنحيدو الكسكاس ديالنا وتا هما البنات تبارك الله تطيب دغيا دغيا ما تحتاج زعما واحد الوقت بزاف. المهم ملي تنقلبوا الخضيره ديالنا تلقاوها طايبه صافي تيكون كلشي طايب. صافي انا غادي نغرفهم هكايا بهذه الطريقه هذه البنات عاديه كما في ديورنا. ما غاديش نزوق، ما غادي ندير شي حاجه اللي يعني عادي جدا. غادي نغرف هكا عشوائي كما تنغرفو في ديورنا. تنحيد غير ديك البطاطا والقرعه هكايا نستفهم مع في الطبسيل هما الاولى باش ما يجوش من التحت في مره. وصافي تنديروا الرز ونديروا داك طريفه الدجاج وصافي. الاكله ديالنا البنات واجده تبارك الله، وكما قلت لكم صحيه. الانسان في وقتاش ما بغى ياكلها في الفطور البنات ولا في السحور، في وقتاش ما كليتوها البنات ما تدير لا حرقه ما يعني صحيه تبارك الله، بلا قلي بلا مرقه. احسن اكله البنات بالنسبه لوليداتي انا هي هذه تعجبهم. اي حاجه مفوره البنات ماشي بحال المرقه ولا تجي صحيه تبارك الله. صافي وهكا عاوتاني داك الخيزو نديروه حتى هو مع الجوانب يعني باش تبان الخضيره هكا باينه في التبصيل. بطاطا القريعه خيزو صافي. ما انا غرفت البنات عادي جدا. وتقدموا هكا مع مليحه وتحطوا المليحه والكمون اللي بغاهم والحار. وبالصحه والراحه البنات تجي تبارك الله. هاد الاكله كما قلت لكم رائعه جدا جدا. تتشهي البنات زوينه بزاف. صافي الخضيره ديالنا تكون طايبه، بطاطا طايبه، الدجاج كما تلاحظوها نتوما دغيا دغيا تيطيب حتى هو طايب تبارك الله. ايوا تقدموه بالصحه والراحه وبسلامه عليكم البنات. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.